السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قام مدرب المنتخب المغربي بعقد اجتماع خاص مع الموهبة إلياس حسني، اللاعب الواعد في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. واستغل الناخب الوطني وليد الركراكي سفره إلى فرنسا لقضاء عطلته رفقة عائلته للقاء النجم الواعد في صفوف الفريق الفرنسي، إذ عبر عن إعجابه به وأكد أنه يتابعه منذ فترة، كما تحدث عن تمثيله للمنتخب المغربي في قادم المنافسات. وأكد مصدر جامعي مسؤول أن وليد يسعى للتواصل مع لاعبين جدد لضمهم لصفوف المنتخب المغربي لتوسيع دائرة الاختيارات وتقوية صفوف الأسود قبل نهائيات كأس إفريقيا 2024. ويتوقع أن يضم الركراكي إلياس حسني بدوره للمنتخب الوطني إلى جانب لاعبين جدد لمنحهم فرصة حمل قميص الأسود والوقوف على مؤهلاتهم التقنية في المباريات المقبلة للمنتخب الوطني. وصلنا الى نهايه الحلقه، كنتمنى انكم استمتعتم بالمشاهده. ما تبخلوش عنا بالضغط على زر لايك وكذلك الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.